الفصل الأول. الجزء الأول. من السبب؟ بما أنك اقتنيت هذا الكتاب لتعرف ما الذي يحصل لك في حياتك، لتجد على الأقل بعضاً من لأجوبة التي طالما طرحتها على نفسك، أسئلة تدور في عقلك على مدار الساعة. لماذا يتملكني الخوف؟ لماذا أنا مكتئب؟ لماذا كل هذه الوساوس حتى ربما منها ما سميت بالقهرية؟ لماذا أنا أعاني في حياتي؟ لماذا أهدافي وأحلامي لا تتحقق؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ طبعا كل هذه الأسئلة سنجيب عنها في الأجزاء القادمة، ولكن قبل ذلك هل يمكنني أن أطرح عليك هذا السؤال؟ هل المعاناة التي أنت فيها حاليا بغض النظر عن تشخيصها، إن كانت معاناة أو خوف أو نوبات هلع أو قلق أو اكتئاب أو اختلال لآنية أو وسواس أو غيرها من الحالة النفسية، هل هي خير أو هي شر؟ من بين الإجابات الكثيرة التي أسمعها عندما أقدم استشارات خاصة، هي طبعا خير. في مقدمة الكتاب قلت لك أن تكون مستعدا للكشف عن بعض الموروثات المدمرة للحياة، وأن يكون قلبك رحبا لاستقبال المعلومات، وطبعا استفت قلبك. فمن بين الموروثات الخاطئة، وهذا يبقى رأيي الخاص، هي أن تقول لهذه الحالة التي أنت فيها أنها خير، وأنت أصلا لا ترى فيها أي خير. أليس كذلك؟ فأنت من باب الاحترام الذي تبرمجت عليه، للأسف استحملت المعاناة على أساس أنها خير، وأنت تتعذب في هذه الحياة. أعلم أنك ربما صدمت بهذا الأمر، لكن شئت أم أبيت هذه هي الحقيقة. فبما أنك لست بخير، اعلم أنك تحتاج إلى شيء آخر يصلح لك هذه المرحلة. سأعيد طرح السؤال عليك من جديد، لكن بطريقة أخرى وأعمق. هل أنت في هذه الحالة في حسنة أم في سيئة؟ بسؤالي هذا أنا أمهد لك الطريق لمفاجآت أكبر وأعمق. فبماذا ستجيبني؟ حسنة أم سيئة؟ من المنطق أنك ستجيبني هذه المرة بأنك تعيش في حالة أو مرحلة سيئة، وبالتالي أنت هنا تجيب بصراحة ومنطق. ففي رأيك، ما السبب الذي جعلك تعيش هذه الحياة؟ عندما أقدم الاستشارات سواء عن بعد أو حضوريا بالمكتب، كنت دائما أبدأ بهذا السؤال: ما هو سبب تعاستك؟ فالكثير وأغلب العملاء كانوا يجيبونني بكلمات تعودت على سماعها: الظروف، الوالدين، العمل، الأصدقاء، الفقر، حبيبي، حبيبتي، أخي، أختي، عائلتي، الحرب، إلى آخره. الكثير والكثير من الأسباب والعوامل. طبعا نحن في مجتمع مسلم، وكتابي هذا موجه لكل الأطياف والديانات، فمهما كان دينك ومهما كانت عقيدتك، سينفعك هذا الكتاب بحول الله. وبالتالي سنتكلم على هذا الموضوع في هذا الشق بوازع ديني شيئا ما ليطمئن القلب أكثر فأكثر، ثم ننتقل بعدها للمرحلة العلمية، أو بالأحرى الروحية، بعيدا عن الكتاب. إذا أعجبك المحتوى، لا تبخل علينا بالاشتراك في القناة وتحفيزنا لتقديم الأفضل.